ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفتنا ديال اليوم بريوات ديال الكاوكاو كيجيو معلكين ساهلين لذاذين. نتمنى تتبعوا معايا لا فيديو حتى الاخير وتشاركوا الوصفة الى عجبتكم مع الاحباب والاصدقاء. ونبداو على بركة الله في المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجو اول حاجة، عندي هنا كيلو ديال كاوكاو محمر ومحيدة للقشرة، محمر في الفران ومحيدة للقشرة. وزدت 250 غرام ديال اللوز حتى هو محمر، وكنزيد له واحد كاس ديال السكر. كنطحن كل شيء مزيان حتى كيولي بخاليني، يعني كيولي جاري. وكنزيد له معلقه كبيره ديال الزبده ونص معلقه ديال القرفه ومعلقه ديال الزهر. الا كانوا داك الساشيات يكون احسن، انا ما توفروش عندي فدرت معلقه ديال الزهر، هي الساشي يكون احسن. العقده خاصها تكون جاريه، تكون خفيفه في اليد، ما تكونش قاصحه. صافي كناخذ الورقه عندي هنا مع السيده مدهونه مزيان بالزيت. صافي وكنبدا نقطع هكا، كنعبر غير بجوج اصابع وكنقطع، كنعبر بجوج اصابع ونقطع. الا بغيتو يجيكم داك القياس مقاد، خذوا داك اللي قطعتوها في الاول كتعبروا عليها حتى كتكملوا تقطيعها كامله ديال الورقه. المهم انا قطعتها غير بالاصابع ديالي، درت جوج اصابع وقطعت. وكتكون الورقه هكا بهاد القياس هذا اللي قطعته معاكم. صافي كنديرها في البلاستيكه باش ما كتنشفش، وكنبدا ندير العقده ديالي وكنلوي شكل مثلثات ديال البريوات. راه معروفين دائما بالنسبه للورقه الجهه الحرشه كتكون من فوق والجهه الملسه من تحت. صافي كنبدا نقاد هكا العقده ديالي في الورقه شكل هكا مثلثات. كنستمر على هاد الطريقه هذه حتى كنكمل وكتنسالي داك البريوات ديالي كاملين. كناخذ الماء والدقيق وكنلصق بيهم. بغيتو تلصقوا بابيض البيض لصقوا، المهم من الاحسن تلصقوا بالماء والدقيق. الطريقه هذه كتجي مزيانه. المهم غادي نستمر بهكا حتى كنكمل ونتلاقاو. بالنسبه للبريوات فاش كنكون كنلويهم نحاول ما نزيرش، مهم نقادهم في نفس الوقت ما نزيرش، يكون داكشي هو هذا قياسي عيني ميزاني، ما نزيرش وفي نفس الوقت ما نرخفش باش كيجيوني البريوات مزيانين وما كيتفرقوش ليا ويطرطقوا في القلي. وبالنسبه للورقه الا شفتوها ناشفه فضروري ما دهنوها بالزيت. المهم انا كانت عندي عند سيده مزيته ما نزيد ليها. هنا كما شفتوا كنلصق بالدقيق والماء اللي مخلط. كناخد المقص كنحيد داك الجوانب وكنلصق بالدقيق والماء وتنقاد البريوه ديالي. هذاك الجوانب كندخلهم، ولا المهم الطريقه اللي ارتاحيتو فيها ديروها. صافي وكناخد البريوات ديالي نخليهم يباتوا ليله كامله حتى ينشفوا مزيان. من بعد كنسخن الزيت وكنبدا نقليهم عادي غير كيذهب اللون ديالهم. كنجبدهم وكنغطسهم في العسل. انا العسل ما كنسخنها ما حتى شي حاجه، كنخليها هكاك اصلا. ملي كديري فيهم البريوات كتغطسي فيهم البريوات والبريوات سخان العسل تيجرى. انا بالنسبه للبريوات كنبيتهم ليله كامله مغطوسين في العسل حتى لا غد حتى كيبرد داك العسل وكيلصق فيهم مزيان. عاد انا داك تنجبدهم وتنحطهم في واحد الشبيكه يتسقطروا. كما شفتوا هذا هو العسل ديالي اللي وجدته معكم، غنخلي لكم في الرابط اسفل الفيديو في صندوق الوصف. صافي عندي كما شفتوا كنغطس البريوات ديالي مباشره في العسل، كنخليهم يتشربوا مزيان. كما قلت لكم انا كنبيتهم ليله كامله حتى لغد ليه، عاد كنحيدهم وكنحطهم يتسقطروا في شبيكه وكتزينيهم باش ما بغيتي. بالنسبة للعسل أنا درتهم في هاد الشبيكة هادي تسقطروا حسن، حيت أي قطرة ديال العسل ما كتبقاش مجموعة هكا بحال كديري الكسكاس كيبقى نصو عامر غير عسل. أما هاد الشبيكات هادو كيهبطوا العسل مباشرة، داك الزوائد ديال العسل كله كينزل ما كيبقاش. كنحط البريوات ديالي يتسقطروا من العسل شوية، التزيين تيبقى على حسب الاختيار.
وهذا هو الشكل النهائي ديال البريوات ديالي من بعد ما طابو وعسلناهم. كيجيو بهذا الشكل هذا، القوام ديالهم كيجي من الداخل معلكين، كيجيو يا سلام في المذاق. هنا هي وحيدة حليتها معكم كما شفتوا كتجي هكا، كيجيو صراحة رائعين، غير جربوهم أكيد ما غاديش تندموا. وكيكون هنا لا فيديو ديالنا وصل للنهاية ديالو. نتمنى الوصفة اليوم تنال إعجابكم، وكما قلت لكم إلا عجبتكم تشاركوها مع الأحباب والأصدقاء. غادي نخليكم مع بعض الصور، خليكم على خير، بسلامة.